اهلا بيكم يا جماعه في بودكاست نقطه تحول، وضيفنا النهارده مصطفى. اهلا بيك اهلا بيك يا وشرفت. وليد. اهلا بيك. احنا النهارده هنتكلم يعني على حاجه برضو من ضمن الحاجات اللي يعني بقت شائعه جدا في المجتمع، واحنا بنتكلم على ادمان المخدرات. وطبعا هندردش شويه مع مصطفى عشان الناس تفهم يعني ايه ادمان، يعني ايه مرض، ويعني حتى نظرتهم ليهم ايه. مصطفى عامل ايه؟ كويس الحمد لله. الحمد لله. طبعا يا مصطفى، يعني في من ضمن الاسئله الشهيره جدا اللي احنا بنتسألها وبنسمع الناس بتتكلم فيها، يا ترى الإدمان ده مرض ولا اختيار؟ لا، هو بالتأكيد مرض ده موجود معانا من وموجود في كل بيت وموجود في المجتمعات كلها. هي قصة ان احنا مش شايفينه كويس بس. يعني نقدر نقول اللي هو زيه زي السكر، زي الكبد، زي القلب، مرض مرض واضح وصريح. مرض مرض ليه أعراض وليه طريقة علاج. طيب ننتقل للجزئية التانية، اللي المدمن بقى هو اللي اختار الإدمان ولا الإدمان هو اللي اختاره؟ ده الفرخة قبل البيضة والبيضة قبل بالظبط الفرخة. كده. لا، هو المدمن اختار ان هو يكمل. هو طبعا عمره ما هيكون ده قرار. هو اختار شكل حب يجربه، فلقى في الفترة الأولانية بتاعته جميل وحلو ولذيذ، وعاش مرحلة الانبساط اللي هي الحفلة وشهر العسل زي ما احنا بنقول. وبعد كده بدأ الموضوع من أعراضه طبعا التدهور، بدأ الموضوع ينزل بيه واحدة واحدة. اختار فيها حاجات كتير جدا، اختار شكل صدقه حبه، آمن بيه، فضل مكمل فيه. بدأ يخسر، ما فرقش معاه مش قوي. فارق معاه. ما فرقش معاه قوي، كمل في الخسارة. بقى حريف خسارة. وصل بنفسه للمرحلة اللي هي من كتر الخسائر دي هو نزل في المرحلة الأخيرة اللي هي مرحلة القاع. مم. مرحلة القاع دي هو عافر فيها، يعني كمدمن. هو عافر فيها، ولو سألت فيها أي مدمن إيه نفسك في إيه هيقول لك نفسي أبطل. هو كان في الأول اختياره، لكن بعد كده بقى غصب عنه. وده اللي ياخدنا للجزء التاني. بس قبل ما نروح للجزء التالت، اللي هو زي ما انت قلت، هو الادمان من الاول مرض، وهو جاله المرض ده وهو اختار يكمل فيه من غير ما يكمل فيه يتعالج. طبعا. دي يعني حاجة مأساوية شوية. هنا بقى الاختيار بتاعه امتى بيتحول بالظبط، اللي هو بقى فقدان سيطرة على كل حاجة؟ في مرحلة اسمها مرحلة الحرب. هو دي كمية التجارب الفاشلة أو الغلط، مهم. وبيبدأ يكون فيها أفكار وعلاقات وسلوكيات. كل ده بيخدم على شكل معين واحد بس، ما فيش شكل تاني. اللي هو انت لازم تكمل، وانت لو عملت الشكل الفلاني بطريقة تانية هتلاقي نتيجة تانية. فاصطدم ان في الاخر النتيجة دي طلعت غلط، فهيضطر ان هو يرجع يعمل نفس الموال تاني على امل ان النتيجة تطلع مظبوطة. وطبعا عمرها ما بتطلع عمرها ما بتحصل. مظبوطة، لان هو في كل المرات هو بيدور على المرحلة الاولانية خالص، ان هو ينبسط، فما بيلاقيش ده. فبيوصل بالمخدرات ان هي كانت انبساط، وفي الاخر بقت دواء. حلو. طب برضه هقول لك حاجة عشان ناخد رأيك فيها، لأن ده برضه من ضمن اللي بيجي لنا على الخاص وبنسمعه برضه من الناس، اللي هو يقول لك مثلا طب ما أنا أعرف فلان بيشرب مرة كل ما أسبوع عندوش مشكلة. وحياته ماشيه مم. وزي الفل. احنا بنحاول، يعني انا ساعات باجي اقول لهم والله الراجل ده يعني ده مرض، فده عند ده فيه مرض، وده عند ده ما فيش مرض. هم مش قادرين يستوعبوا القصه. طيب، هي في نقطة. المدمن لما بيعيش في حالة الحرب دي بيكون فكرة ان مفيش حاجة اسمها تبطيل، اوكي. وبيبدأ يركز على الناس دي ما عندهاش مشكلة مع المخدرات حتى لو مستمرين. يعني هتلاقيه متجوز ومخلف وحياته ومحافظ على ماشيه. بيته وشغله ودنيته غيره هو. فالراجل ده هو بالنسبة له القدوة اللي هو عايز يوصل لها، فبيحاول بشتى الطرق، حتى ما بيروحش يسأله انت عامل ده ازاي. مع ان بيحاول الراجل ده يوصل. لو انت سألته انت ازاي مسيطر كده وازاي كنترولد على حياتك، هيقول لك ان انا مش رابط حياتي كلها بالمخدرات عادي. وده بالنسبه للمدمن. لكن بقى المشكله اللي احنا بنواجهها اكتر، المدمن كده كده بيبقى عارف حتى لو نفسه يوصل للحاجه دي. م- الاسر نفسها، يعني انا الاسر بتقول لي ما هو فلان، هو احنا نعرف فلان مثلا بيشرب في الحفلات بس، وبنقعد نفهمهم ان ده مرض.
الشخص اللي انتوا بتتكلموا عليه ده اصلا ما عندوش المرض. هو انا بس عايز اقول معلومه، ان الراجل الكنترول ده على حياته ده في لحظه ممكن يقلب يبقى لوز. ممكن. طبعا دي طبعا. حقيقة. لكن القصة او يعني الهدف من اللقاء اللي انا عملته معاك اللي هو كان السؤال الاولاني اللي هي ده مرض، الاسرة ما بتبقاش فعلا مقتنعة. الاسره شايفه ان ده عيب. يعني حتى ما بيكلموني يقول لي طب ما فلان اهو بيشرب، بنقول لهم والله انت عندك سكر، ده عنده سكر، لا طب ده ابنك مثلا عنده مرض ادمان، ده ما عندوش مرض ادمان، نحلها ازاي؟ انا هقول لك بقى على نوع اسر تانية خالص، اللي هو ايه، يا ريت ابني يشرب حشيش بس. اهو دي حاجه من ضمن مثلا اللي هو اللي هو وصل بيه كميه التجارب الفاشله مع ابنه او مع بنته او مع اخوه او مع ابوه، اللي هو كفايه ان كده. هو يا ريت بس يمسك النوع المخدر ده بس. على اساس المخدر ده حلو ده والباقي كخه مثلا. ما هو دي برضو من ضمن الاخطاء بتاع تفكير المجتمع، ان ده نوع مخدر مقبول، يعني عادي ان يكون في واحد كده جاي في يحشش البيت. لكن هو ما يعرفش في الاخر ان هي كلها يعني مخدرات. كلها اسلوبها مخدرات. واحد وسلوكها واحد وعلاقاتها واحده، حتى كمان النتائج بتاعتها تعتبر واحده. دي حقيقه. وبل بالعكس، اللي انا عاوز اقوله كان من مجال شغلنا اللي الحشيش كحشيش يعني اقوى من البودره واخطر من البودره. طبعا يعني دي الكارثه العظمى. طبعا اللي احنا بنقعد نضحك اما زي ما انت قلت الاسره يا ريت يشرب حشيش، والله الحشيش ده اقوى من البودره. لا هي النتيجه بتاعت البودره سريعه، لكن الحشيش النتيجه بتاعته على المدى الطويل وبتخرب اكتر. بالظبط. بس يعني هم الناس مش شايفه ده، هم شايفه الوضع السريع، لان دلوقتي عصر السرعه. فلما يلاقي المدمن كان كويس لكن خد مثلا هيروين، الدنيا باظت منه في لحظه. نرجع لكن الحشيش ده لا، الحشيش ده عادي هيروح وبيقعد، وده كيف الملوك ورؤساء دول ومش عارف ايه. فيعني بنسمع الكلام ده طبعا بصراحة. كلام اي يعني كلام. حتى برضه انا ساعات بسمعه يعني الخمره، يقول لك ما الخمره بتتباع في كل حته، وده شكل من الاشكال الحياه الاجتماعيه اللي انا كده راجل برنس ومعايا انا فلوس جدع ومشرب كاس وما اعرفش ايه. ما دي مشكله، احنا عندنا كله زي بعضه، خمره زي مخدرات، المخدرات بكل انواعها، بدايه من الاعشاب لغايه المواد اللي طالعه جديد. اللي طالعه جديد كل ده واحد. دي حقيقه. وبقى هنا دلوقتي يا مصطفى شوف، مع يعني المجتمع بتاعنا الجميل حتى مع المفاهيم المغلوطه بتاعته دي بيبقى بيصنفها. لا وكمان بقى بص بيبقى سريع الحكم جدا على الشخص المدمن. حلو. اللي هو ده مدمن، ده نتيجه قله وعي. الناس دي انت لو سالتها يعني ايه اخطاء تفكير بالنسبه لك، مش هيعرف، مش عارف ولا هيحدد انواعها. هو بس خلاص خطأ تفكيري، يعني انا ايه فكرت غلط. لا، هي قصة انت فكرت غلط، ايه نوع التفكير الغلط، نوع التفكير. لكن هو مش قادر يحدد ده، فبيبدأ يصنف على هواه. هو مش شايف اصلا من البداية اللي حلو. انا راجل دلوقتي، الراجل ده مدمن هيروين، فده لا 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 مدمن حشيش يعني حلو، ده كويس. ده كويس. ده كويس. ده مش مش هيعمل لنا حاجة ضارة بالظبط بالظبط. وده ينقلنا لحاجة يعني جامدة جدا، ودي برضو بنلاحظها. يمكن اللي فيه انواع ادمان كتيرة جدا شائعة في يعني موجودة، ادمان جنس، ادمان شوبينج، ادمان حتى العمل، وادمان الاكل، والناس بس بتحكم على ده. انا هقول لك على حاجة، ان المدمن او المرض الادمان ده من الامراض القديمه جدا في العالم. دي حقيقة. يعني لو رجعنا ايام الجاهليه مثلا، احنا هنتكلم على الفتره اللي احنا يعني سمعنا عنها ودرسناها، كان الناس اول شغلانه في التاريخ كانت ممارسه الجنس. دي حقيقة. فتخيل ان الناس كانت بتروح تعمل الشكل ده من قديم الازل. الموضوع اتطور لظهور بقى حاجات ظهرت، دخان مش عارف ايه، لغايه النهارده الموضوع بقى فيه ادوات وفي مواد مصنعه بتعمل او بتغيب. فربنا اختصر الموضوع ده كله بالنسبه للمخدرات، ان هي الخمره بتعمل ايه؟ بتذهب العقل. المخدرات بتعمل ايه؟ بتذهب العقل. فربنا منعها، حرمها. دي حقيقة. فتخيل بقى ان احنا كمجتمع، حتى لو عربي مسلم او اجنبي طبعا ده تخصهم، لكن لو عربي مسلم احنا عندنا الخمره ممكن تلاقي في كل الدول. حتى اللي انضمت جديد للقصه دي بقى عادي في خمارات وفي ناس بتبيع وتصريح لكن المخدرات لا، ما ينفعش. ازاي؟ طب هما الاثنين واحد. من اخطاء التفكير بتاعت المجتمع بالظبط. احنا بدأنا نصنف. دي الحقيقة.
احنا يعني في النهايه طبعا بنشكر مصطفى، ودايما بنناشد الناس. احنا الهدف من الحلقات بتاعت البودكاست بتاعنا اللي احنا نعمل توعيه للناس علشان تعرف ان الادمان مرض، وحتى تبتدي تغير طريقه تفكيرها ونظرتها للشخص المدمن. يعني احنا بنحاول نعمل توعيه للجميع، للاسره والافراد المجتمع، وحتى الناس اللي ما عندهاش اصلا مشاكل مع الادمان على الاقل تبقى فاهمه، وما توصلش للحته اللي مصطفى اتكلم عليها، اللي هي ممكن تحكم على حد او يكون عندها اخطاء تفكير في الحته دي. وطبعا مصطفى انا يعني عشان التسجيل معاك جبنا لك اهو تمثال جديد دي العلاقه عشان الصحيه ما بين يعني عشان الناس تبقى الناس. فاهمه العلاقه الصحيه عامله ازاي. بس ده طويل قوي ده. مش مشكله يعني عشان التفاهم يبقى يعني واحد طويل وواحد صغنن. وباذن الله هنلتقي في حلقات ان قادمه شاء الله. مع توعيه اكتر. وشكرا ليك يا مصطفى. شكرا يا وليد.